السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الجميع يكون بخير بصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. اليوم البنات راني رجعت معكم بوصفة مقبلة سهلة ظريفة خفيفة اقتصادية جدا، كامل تقدروا تحضروها. مقبلة للقليل، احنا تربينا بها الحمد لله. أنا حتى لهذا اليوم ما زلت نعملها، وليداتي يحبوها ما شاء الله. غير شويه تاع الفلفل وحبيبه تاع البطاطا، حبيبه تاع الكورجيت، وهي اللي حنا نقولوا لها في لسان كابويا، وشويه نتاع الزيت، ملح، فلفل الكحل وهو التفاوح والفلفل الاحمر. وانتي عملتي اروع مقبله ترافقي بها الاطباق نتاعك والحريره ولا الشوربه نتاعك في رمضان. نقول لكم بسم الله على بركه الله، نبداو بالوصفه ونصلي ونسلموا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وأسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. بسم الله على بركة الله نبدأ. هذا عندي فلفل، أنا نشوي الفلفل، فلفل ألوان ملون، أحمر وخضر وصفر. المهم الفلفل الأخضر كافي اللي ما عندهاش ألوان، نشويه ونحطه في الكونجيلاتور مع شويه تاني تاع الطماطم، نشويهم حتى هما، ونعمل دي ساشي ونحطهم في الثلاجه في الكونجيلاتور كي نحتاج نجبد هكذا ونطيب. هذيك حبه تاع البطاطا، من الافضل البطاطا تكون اللي نقليوها باش تجيكم مبنينه، باش ما تعجنش معاكم. زوج دريسات نتاع الثوم، وهذيك حبه نتاع الكورجيت، كما نقولوا حنا الكابويا، ولا في بعض المناطق في الجزائر يقولوا جريوات اكسترا. ملعقه تاع الفلفل الاحمر، ملعقه تاع الملح على حسب الذوق، شويه تاع التفاوح الفلفل الاسمر. فوالا هذه سهله مهله البنات. انا والله ما تخطاني في رمضان، لا رمضان لا صيف، على سير الايام كامل العام عندي فلفل في الكونجيلاتور. نعمل هاد المقبله كي نعمل شريبه ولا حريره يحبوها ولادي يموتوا عليها. انا نجيبوا المقله نتاعنا، نحطوا فيها الزيت شويه بزياده. انا راني دايره خليط بين زيت الزيتون وزيت شويه بزياده، باش هنايا البطاطا تاعنا تتحمر مليح، وحتى هاد السليطه تعطينا ذوق جميل كي يكون شويه ما تكونش ناشفه في الزيت. كما راكم تشوفوا نديروا هذيك البطاطا، نحطوها شويه حل 5 دقائق، كي يبدا يدخلها الطياب نزيدوا لها هذيك الحبه تاع الكابويا. فوالا كما راكم تشوفوا مقطعينهم بيتي دي. وهذوك زوج دريسات تاع الثوم نحطوهم مع الكابويا باش ما تنحرقناش في الثوم مع البطاطا، ونحركوا ونغطيو باش ينزلوا معنا هاد الزوج مكونات في الاول. ما لازمش هنايا تخليو البطاطا طيب بزاف ولا الكابويا باش ما تتعجنش. فوالا هنا في هذه المرحله راكم تشوفوا فيا راني نغطي، كي نعملوا الفلفل ما نغطيوش. فوالا الفلفل عادي بلا البطاطا ولا الكابويا ما نغطيوهش كي يكون يطيب. هنا انا كنت عامله الطماطم مع الفلفل مشويه، بصح جاتني غير شويه، زدتها الحبيبه غير صغيره. نتوما لا كنتوا عاملين عندكم الفلفل مشوي كيفي في الكونجيلاتور، توجور كي تشويو الفلفل شويو معاه الطماطم وخلطوها كي تقطعوه وتعملوه في الشكاير. انا جاتني شويه قليله، زدتها الحبيبه، نحيت لها القشره وراني عملتها. هذه كامل هذا الشيء قبل ما نحطو الفلفل ديالنا. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا تخلطوه مليح، تنتهزوا الفرصه قبل ما تطيب تماما عفوا البطاطا وتبقى تعجن معكم ماشي مليح. نعاود لكم الا عملتوا البطاطا نتاع اللي تعملوا بها البطاطا مقليه، يعني اللي فخيت ما تتعجنش معكم. اي بطاطا واحده اخرى راه باينه تقدروا تعملوا بها، بصح من الاحسن البطاطا هذه. تجيبوا السكين تشكوا البطاطا تاعكم تشوفوها صافا راها فريمون طابت، خصها غير شويه. نجيبوا داك الفلفل نتاعنا ونزيدوه ونحركوه مليح مليح، نحركوه مليح مليح. في هذه المرحله ما نغطيوش المقله ديالنا، نخليوها معليه كي نديروا الفلفل صاي راه البطاطا والكابويا طايبين، ما نغطيوش المقله نتاعنا. نحركوا مرة على مرة ونخليوها هكذا، داك الفلفل يدخلوا طياب
ويدخلوا المذاق نتاع هذاك الخليط. راني وريت لكم اما نعملوش الغطايه. المهم انا البنات حبيت نهضر معكم في الموضوع، راهم يوصلوني حتى تعليقات لا حول ولا قوه الا بالله، مانيش عارف. المهم انا راني نقدم لكم يعني محتوى طبخ بيان سور، بصح اقتصادي. راكم شايفين وراكم ماشي راني عايشه في الغربه، يعني عايشه في فرنسا، عندي ولا ما عنديش ما يهم حتى واحد. فوالا الواحد نقول لكم زوج كلمات، رحنا في 2025 بصح ليومنا هذا كاين بزاف الناس اللي ما راش عندهم عشاء ليله، هذه رقم واحد. وكاين بزاف تاع الناس اللي راهم ما يعرفوش حتى الياوقت واسم هو. يعني انا عندي ولا ما عنديش ما يهمش، انا متقيه الله في الناس اللي راهي تشوف مواقع التواصل اللي ما عندهمش، هما اللي عنده يدير اللي حب. دي وحده وتقول لي مش حاحه في طبق نتاع الزبيب بالدجاج، مش حاحه شويه دايرته بالدجاج وعامله قريضات. انا مش حاحه، ماشي مشكلتك، انا مش حاحه. انا عندي ما نمشي ندير 2 كيلو تاع اللحم وعاود نرميها في لابوبال، وغيري ما عندوش. اللي ما راش عنده ضمير في هذا الوقت، في الناس اللي ما راهمش لاقيين حتى عشات ليله، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا نرد عليك بكلمه، انا كان ندور لك الكاميرا غير شويه تشوفي غير المطبخ تاعي، مش عارف يصرى لك. بصح لا، كان نحاول نحب نعمل ونفوخ ونزوخ بصح لا، انا عندي ضمير اختي ما نقدرش، باسكو راني عارفه كاين الناس اللي متعشاو باكيطه نتاع الخبز وشكاره حليب، ما كانلاش تدخلوا تسموا ما تسمينيش انا صافا، ما تسمينيش باسكو انا اعوذ بالله من كلمه، انا عارفه راسي واش راني ندير. وما نقدرش نفوخ ونزوخ، ما نفوخش ونزوخ على العباد. ما نقدرش نقدم محتوى كما اللي راه داير في المواقع التواصل. لا، نخاف من ربي ونحس بالانسان. يا اختي انت يا ديري اللي حبيتي عندك، كما قالوا الناس زمان اللي عنده دهن كل مفصل، مش عارفه كش يقولوا لها هذه، كملوها البنات اللي تعرفوا هذا المثل. حتى قول له حشموا شويه، اللي عينها تتعلم وتدخل تشوف شي حاجه، تدخل تشوف تبلع فمها، ما تعجبهاش الحاجه تخرج، واللي فمها ياكلها الله يجيب لك معامن. هذا ما نقول لك. لا اله الا الله محمد رسول الله. وواحده اخرى في الطبق نتاع البطاطا مسلوقه مقليه وطبق دجاج، تضحك ولا يضحك راجل مش عارفه شكون هادو. هي دجاج مقلي مع دجاج ببطاطا مقليه، ولا اله الا الله محمد رسول الله. ولا راكم موالف ولا راكي موالفه نتيا بخروف مشوي، والله يسهل، الله يسهل. المهم البنات، اعتذر اللي دخلت راني قلت الظهر تكلمت، بصح كان لازم عليا نرد باسكو راني نشوف كثروا هاد التعليقات مره على مره واحد يقيس الكلام. نو سا سفي با. انا من طبيعي كنت كي نشوف اي تعليق مسموم نفاسيه، دروك ما نبقاش نفاسيه، نخلي البنات الفحلات الجزائريات اي تعليق مسموم لي زابوني ديالي يردوا عليكم. هذا ما كان. بنات نقول لكم هذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، ونتمنى كذلك تكونوا استفدتوا من هذه الوصفه. ما تنسوناش باللايك والبارتاج سيلو بلي، وماذا ان شاء الله نقدم لكم وصفات اخرى ان شاء الله اقتصاديه وفي متناول الجميع. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى الفيديو القادم ان شاء الله.